يا سيد، هل مخك بيفرق بين الواقع والخيال؟ تعال نعرف. لما تتخيل انك بتاكل مثلا عمرك ما هتشبع، ولو تخيلت نفسك انك بتجري في ماراثون مش هتتعب زي لما بتجري فعلا. المخ عنده قدرة انه يميز اللي حصل فعلا من الخيالات اللي في دماغك، بس برضه المخ ساعات بيتلخبط. الابحاث بتقول ان مناطق في الدماغ بتنشط بنفس الشكل تقريبا في الخيال وفي الواقع. يعني لو انت كنت بتاكل اي حاجة مناطق التذوق دي بتنور، بس لو تخيلت نفسك بتاكل نفس الحاجة نفس المناطق بتنور بس بشكل أقل شوية. تعال في مثال تاني بسيط، لو شفت كلب بيجري وراك فأنت هتتوتر أو تقلق أو ممكن تجري من الخوف. ولو تخيلت كلب بيجري وراك ممكن يحصل لك نفس اللي حصل لك لما الكلب فعلا جرى وراك. هنا المخ خد الخيال كأنه جد. المخ عارف الفرق بين الخيال والواقع من الناحية الإدراكية، بس جسمك وردود أفعالك العاطفية بتفرق. يعني خيالك ممكن يخلي جسمك يعيش الموقف كأنه بيحصل فعلا، فخليك حريص وما تسرحش بدماغك. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك وشير، واستناني في اللي جاي.